كاينين شي حوايج الا خرجتيهم من فمك كتخرج معاهم طاقتك، تركيزك وحتى قوتك النفسيه. على داكشي كيتسموا اسرار، كيخصهم ما يتقالوش حمايه لطاقتنا والجوهر ديالنا. اليوم غادي نهضروا بشكل اعمق على شنو هما هاد الاسرار اللي ما خصهمش يخرجوا للعلن، وعلاش خاصنا نحافظوا عليهم لراسنا، وشنو ممكن يوقع الا بقينا كنخرجوهم وكنعاودوا على كاع تفاصيل حياتنا. اهلا بكل روح دخلت لهذا الفيديو بنيه التطور والتغيير. اهلا لكل وحده حسات هذا الفيديو لمسها وتبعت الحدث ديالها باش تعلي من طاقتها وتخرج من العتمه للنور. كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم. معكم يسرى، مهتمه بكل ما يتعلق بعلم النفس وتطوير الذات. هذه القناه درتها باش نكون معكم خطوه بخطوه ونعاون كل وحده توصل لاحسن نسخه من نفسها وتعيش حياتها بثقه وسعاده. بزاف د الناس كيسحب ليهم هادشي ديال الطاقات عنده علاقه بداكشي ديال الروحانيات، ولكن في الحقيقه الطاقه النفسيه والعاطفيه مفهوم علمي استخدموه علماء النفس منذ القرن الماضي. مثلا كان عندنا كارل يونغ، طبيب نفسي سويسري من رواد علم النفس التحليلي، كان تلميذ ديال سيغموند فرويد ومن بعد اختلف معاه. تحدث على الليبيدو كطاقة داخلية هي اللي كتحرك سلوكنا. بالنسبة ليه الليبيدو اللي هي القوة اللي كتغذي حياتك النفسية كاملة، على عكس فرويد اللي كيشوفها فقط طاقة جنسية. مثلا باش تفهموا أكثر، إلا كان عندك شغف تقرأ هذا جزء من الليبيدو، إلا حسيتي برغبة في الحب في النجاح حتى هذا جزء من الليبيدو. وكاين عندنا تا سيغموند فرويد عالم نفسي غني عن التعريف اكيد، تا هو اشار لواحد النقطه مهمه في هادشي ديال الطاقات، وبلي الكلام المتكرر، غادي نقولها باللغه العربيه احسن، الكلام المتكرر عن نفس الفكره قد يفرغ شحنتها ويجعلها تفقد تاثيرها. بحال الا كتقول شي واحد كان بغى يفتح شي بروجي ياك، كان متحمس وفرحان بزاف الفكره لدرجه اللي لقى قدامه من صحابه من عائلته من زملاء، وكيبقى يعاود لهم على المخطط ديال داك المشروع، شنو غيدير فيه وكيفاش وعلاش. هنا شنو غيوقع لهذا الشخص؟ اكيد غيسمع تعليقات، اراء، كاين اللي غيشجعوا وكاين اللي غينتقد شي حاجه من دوك المخططات ديالو، وكاين اللي غيشككوا في نجاح المشروع. هنا كل ما زاد كيهضر على هذا المشروع وهو مازال حتى ما بدا فيه، كيبقى يحس بحال الا بصح دار شي خطوه في داك المخطط، واخا هو مازال ما دار والو، سبق غير الهضره. وللاسف مع المده كيلقى راسو صافي الفكره تبخرات، الحماس مشى وما قادرش حتى يبدا. عرفتوا شنو واقع هنا؟ طاقته استنزفها في ديك الهضره وديك التعاويد لهذا وهذا. على داك الشيء ديما كنلقاو اللي كيخدم على اهدافه ومخططاته بصمت كتيسر ليه الامور، حيت طاقته كيعرف فين يستنزفها. وهذا الشخص راه ماشي مسموم كما كنبقاو نقولوا او محزاد او خايف لا نضربوه بالعين، لا، هو فقط فهم اللعبه وفهم باللي طاقته خاصها تخرج في المكان المناسب. والصراحه شحال تصادفنا بحال هاد الحالات. صراحه انا كنت وحده منهم، ما كنتش كنعرف نهائيا كيفاش نخبي شي حاجه، بحال الا كتبقى تاكلني من الداخل، خاصني نهضر عاد نرتاح. ولكن النتيجه للاسف داكشي كامل اللي كنكون متحمسه نديرو وكنخطط ليه حتى حاجه ما كنديرها، وحتى الا درتها ما كتصدقش. ولكن دابا خديت الدرس وفهمت شحال الصمت يقدر يخليك في مكان قوه وكيحافظ على طاقتك، ومده طويله باش بدلت هذا التصرف. هو بصح راه في الاول كتجيك قاصحه، حيت كيعجبك تبارطاجي اهدافك بغرض انك تلقاي اللي يشجعك اللي يساندك. ولكن فاش كتفكري بمنطق انك كتحافظي على طاقتك وبلي حتى شي واحد ما غيدفعك ديري ديك الخطوه الاولى الا انت ما توقفتيش ودرتيها. والصراحه وخاصه فيما بقيتش كما كنت، ولكن لاحظت غير مؤخرا والله شي مرات كيكون عندي هكا شي حاجه في راسي باغا نديرها، وخا كتكون شي حاجه عاديه، مثلا غنولي نفيق بكري ولا غنعس بكري الا قلت هذه الفكره كثر من مره لراجلي لختي لماما، والله لا درت ديك الخطوه وما عمر داك المخطط ما كيصدق. ولكن فاش كنخلي اهدافي ومخططاتي لراسي وخا كتكون شي حاجه عاديه وما كنقولهاش، كنقدر ندير الخطوه الاولى، وداك الحماس كنخرجو في المكان المناسب. وهادشي اللي درت فاش فتحت هاد القناه، ما قلتها حتى شي واحد، تفتحتها عاد بارطاجيتها مع الناس اللي قرابين مني، وانا متاكده والله لو كان هضرت على الموضوع قبل ما كنتش غنفتحها. لذلك الدرس الاول اللي تعلموه من هذا الفيديو هو ما تعلنش على خططك المستقبليه. وعندنا واحد العالم النفسي اخر سميتو بيتر جولويتزر، إلا ما غلطتش بسميتو، حتى هو قال إعلان الأهداف قد يمنح شعورا زائفا بالإنجاز قبل تحقيقها.
كتولي تحس بداك الشعور ديال النجاح وانت مازال حتى ما بديتي. وحتى علم العصبي حتى هو كيدعم هذه الفكره، بحيث كيقول لك الدماغ ديالنا فاش كيبقى يهضر على شي هدف كيبقى يفرز كيميائيات كتعطيه شعور الانجاز، بحال الا ديك الهضره على داك الهدف خدعاتو وخلاته يحس باللي زعما بحال الا وصل لذاك الهدف، وهذا الشيء اللي كيخليه يفقد الدافع للاستمرار من بعد. وكيقول لك ايضا باللي تكرار نفس الفكره مثلا الدماغ ديالنا هنا كيبقى يحطها في واحد الخانه فين كيتحطوا الكلمات المألوفين ديال ديجا دازت عليه، وفي الاخر ما كتبقاش تثير داك الحماس ديال النهار الاول. وهذا الشيء النيت اللي شرحته لكم، اي حاجه كتخطط ليها خطط ليه في صمت وثق بيا غتكون البركه في اي حاجه كتحط فيها يدك. تعلموا تفقوا لراسكم بعد النجاح، بعد ما بصح تحقق اهدافك، ماشي تقلب على التصفيق قبل وانت مازلت ما بديتي. بحال لا تقول شي وحده بغات تضعف وبقات كتعاود لكاع اللي كتعرف انا غادي ندير الريجيم، انا قررت نقص 10 كيلو مثلا، وفي كل مره كتقولها الناس كيشجعوها وكيصفقوا ليها برافو والله شفتي قرار في محله، وهي عاجبها الحال فرحانه كيسحب ليها بصح حققات داك الانجاز، ولكن في الحقيقه هي مازال كاع ما بدات وما دارت حتى الخطوه الاولى. كيفاش كيوقع الاستنزاف هنايا؟ كتولي كتاخذ المكافاه النفسيه بلا مجهود، ومن بعد الحماس كينقص والطاقه كتضيع في الكلام ماشي في الفعل. على داك الشيء كنقول لكم ديما راجعوا راسكم وعرفوا شنو كتقولوا ولمن كتخرجوا اسراركم، ماشي اللي جا قدامك تعاودي ليه انا غندير انا غنفعل غنشري دار غنتزوج غندوز امتحان غندفع الفيزا، وللاسف في الاخر ما كدير والو وما كيصدق لك والو، لان طاقتك مشات واستنزفتيها في الهضره الخاويه. السر كيتعتبر هو خزان الطاقه، كل ما احتفظتي به كيمد لك القوه وكيدفعك للفعل، وراه خلاوها ناس زمان الحاجه المستوره ديما كتكون مقضيه. بصراحة الصمت راه ماشي غير سكوت، الصمت كان ديما مرتبط بالحكمة، خصوصا في الفلسفات الشرقية، في البوذية في الطاوية كاين تأكيد كبير على قيمة الصمت وضبط الكلام. كان معنى مشهور عندهم أن الكلمة بحال السهم إلا خرجات ما كتقدرش ترجع. وعلى داك الشيء الانسان الحكيم كيفكر قبل ما يهضر وكيتعلم كيفاش يحافظ على اسراره وافكاره حتى كتنضج، بمعنى ماشي اي فكره خاصها تخرج في داك اللحظه، خاصها تنضج شويه داخل عقلك ومن بعد الا كانت تستاهل تقال كتخرج في الوقت المناسب. حتى في التصوف الاسلامي الصمت كيتعتبر وسيله لتزكيه وتطهير النفس. الانسان ملي كيقلل من الكلام كيبدا يسمع راسو اكثر، كيولي واعي بافكاره وبمشاعره. الصمت هنا ماشي هروب من الناس، ولكن رجوع لراسك باش تنقي الداخل ديالك من التوتر من التشويش. في العزله المؤقته مثلا او كتقضي وقتك بوحدك، الدراسات كتبين انه كينقص التوتر، كيساعد على تنظيم الافكار، كيرجع التوازن النفسي. الا بقيتي شويه بوحدك بلا هضره بلا ضجيج دماغك كيرتاح، كتولي كتحس براسك اخف نفسيا. ودابا خليونا نمشيو للدرس الثاني. خاصكم تعلموا ما تبقاوش تعاودوا على مشاكلكم والجروح ديالكم بزاف. عجبتني واحد المقوله قالها سيغموند فرويد هنايا: التعبير عن المشاعر يمكن ان يكون علاجا، لكن التكرار غير الواعي قد يعمق المعاناه. نعطيكم مثلا عندنا شي بنت كان عندها شي مشكل عاطفي، تخانت من شي شخص كانت كتبغيه وتايقه فيه وتصدمات وزيد وبدات كتعاود وتكرر لصحابتها على هذا الشيء، على الحادثه وعلى الصدمه ديالها. شنو كدير هنا؟ للاسف كل مره كتعاود على داك الجرح كتبكي وكتألم وكترجع لنفس الألم اللي عاشته في ديك اللحظة، بحيث الدماغ كيرجع يعيش نفس الحدث في كل مرة كتهضري على الموضوع. نفس المشاعر كترجع، الحزن التوتر خيبة الأمل، كتحيي نفس المشاعر اللي عشتيهم في ديك اللحظة. وهنا الطاقة النفسية كتضعف بدل ما تقوى، لأن بعض الجروح كتحتاج وقت باش زعما تلتئم أو تنضج ونتجاوزوها. والدرس الثالث دابا غنمشي معكم بالدروس هنايا. ما تبقاوش تعاودوا على نقاط ضعفكم، لانه دوك النقاط ضعف اللي انت كتعاودهم بنيه زوينه مثلا وعفويه، وللاسف غدا يقدروا يتستعملوا ضدك، يجرحوك بهم، ويقدر كاع انت تكون تجاوزتي شي نقطه كانت كتشكل لك مشكل في حياتك، ولكن لما عاودتيها ليه ما غيتجاوزهاش وغيبقى يفكرك بها، وخا انت صافي ساليتي معها انت غتنساها وهو ما ينساهاش. راني ديجا هضرت على هذه النقطه كنظن في شي فيديو من فيديوهاتي، فاش كتعطي لشي حد نقطه ضعفك كيعرف كيفاش يشدك من بعد من اليد اللي كتضرك. وهاد الاسرار الا خرجتيها للاسف غادي تخليك تفقد شي حاجه من راسك. شحال ما طال الوقت.
الدرس الرابع والأخير: ما تبقاوش تعاودوا تفاصيل حياتكم اليومية لكل الناس، لأنه كل ما الناس عرفوا عليك بزاف كل ما ولا عندهم تأثير عليك. بحال كتولي تقول لأي واحد فين كتمشي، شنو كدير، شنو ناوي دير. منين كتفيق حتى كتنعس، ما كتعرفش نهائيا شي حاجة سميتها الخصوصية ما راهاش عندك في القاموس. وهنا كيولي أي واحد يقدر يعطي فيك رأي، ينتقدك أو حتى يحبطك بشي كلمة اللي انت مثلا فتحتي ليهم هاد الباب فين يتحكموا في حياتك ويزيدوا يبغيو يعرفوا كاع التفاصيل د حياتك. وشحال من وحده مثلا كتكون كتعاود لشي صاحبتها كل شيء على حياتها وعلى ادق التفاصيل ديالها، حتى كيجي مثلا شي نهار كتصوني عليها وهي كانت ما مسالياش، ما عندهاش كاع تهضر، وكتولي ديك صاحبتها كتلومها وتقول لها انا عارفك ما كان عندك والو، انا عارفك كنتي خارجه من الخدمه، احقك كنتي قلتي لي ديك الساعه كتبقاي غا جالسه فيها ما كديري فيها والو. المهم كتبقى تحاسب معاك على الدقائق فين دوزتيهم. وهنا هاد البنت اللي وقع ليها هاد المشكل كتكون هي اللي فتحت المجال لهاد النوع يدخل لحياتها بسبب التفاصيل اللي كتشارك يعني اكثر من القياس، وبسبب الحدود اللي ما تعلمتش ديرو. وهنا كتولي دير الحساب لاي واحد، وكتولي كتفكر بزاف في اراء الناس قبل ما دير اي حاجه، وكتفقد العفويه ديالها مع الوقت، واكيد الطاقه ديالها كامله كتضيع في ارضاء الاخرين. اوكي، انا عارفه بزاف منكم غيكون كيسول واخا حنا فهمنا الفكره مزيان، ولكن واش حنا غنقطعوا الهضره بصفه عامه؟ واش غنعيشوا في عزله مثلا؟ المهم غنقول لكم راه فاش كنقول الصمت ما كنقصدش تبقى غا ساكت، هو فقط تعرف فوقاش تهضر وفوقاش تسكت. الحكمه هنايا هي انك تعرف تختار من تعاود وتعرف فين تخرج طاقتك. كنتي كتعاني مثلا بزاف خاصك تخرج وتهضر، اوكي، ولكن اختار لما تعاود لصديق مقرب ليك كتثق فيه بزاف، ماشي اللي جا قدامك تعاود ليه، لاختك، الام ديالك. المهم ما تكثروش في الناس اللي كتعاودوا ليهم، خاص يكون الاختيار دقيق، لانه شي مرات كنحتاجوا نفضفضوا على داكشي اللي لداخل ديالنا باش نخففوا من داك الحمل اللي هازين في قلبنا. ولكن خاص كما قلت الانتقاء الموفق في الاشخاص، واللي عنده امكانيات يمشي للمختصين معالجين نفسيا غيكون احسن. وخلي للاسف صراحه مازال في المجتمع ديالنا مازال كاين واحد الفئه مازال كتشوف انك تمشي لشي معالج نفسي او طبيب نفسي شي حاجه عيب، او ما كيرضاوش زعما ما كيحسوا بالنقص انك تقولي انا غنمشي للمعالج نفسي او عندي مشكل نفسي غنمشي نتعالج، كتجيهم عيب وما كيرضاوش وكتنقص من قيمتهم وما عرفت شنو. صراحه هذا الشيء راه عادي، بالعكس راه شي حاجه كبيره كديرها في حق راسك، انك تعالج راسك وانك تهتم بذاتك الداخليه. صراحه شي حاجه واو والله. واكيد ايضا غيخصك تعرف فوقاش تختار الصمت باش تحافظ على ديك الطاقه اللي غادي تفيدك من بعد. في الحياه ديما كتحتاج للتوازن، نهضر باش نرتاح ونسكت باش نحافظ على طاقتي. من الطرق اللي كتقدري تحافظي بهم على طاقتك كما قلنا الانتقاء الصحيح للاشخاص اللي كتعاودي ليهم وما يكونوش كتار حسن. وعوض الهضره مثلا مع شي حد هكا باش تعاودي ليه، تقدري تختاري تعتمدي مثلا على الكتابه، طريقه رائعه، التامل وخا غير مده 5 دقائق، العزله الصغيره بمعنى تجلسي بصمت في بلاصه هادئه بلا مشتتات، تليفون، تلفازه، تكوني غير بوحدك. وكاينه اكيد الرياضه، لان الجسد ايضا كيخزن الكثير من التوترات اللي كتسرق من طاقتنا، والحركه هي اللي كتفرغها وكتخليك تحس براسك خفافيتي وبراحه نفسيه كبيره. بالنسبه للرياضه انا براسي ماشي انسانه سبورتيف، ولكن كيعجبني بزاف مثلا نتمشى وكنرتاح في هذه العمليه. المهم حتى لهنا غنكون ساليت من الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه شي حاجه، والرساله اللي بغيت نوصل لكم وصلت. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونشوفكم في فيديو جديد. ما تنساوش تدعموا القناه باش نكبروا العائله ديالنا ونستمروا في هذه الرحله مجموعين. دمتم في حب، طمأنينه وسلام.